لكن بأدب طبعا، والحكم له الحق ان يخاطبه. ودي هجمه النادي الاهلي وعماد متعب والثاني يا والثاني وجول. مش ممكن عماد متعب بيحطها بالعرض ولاعب السويس بيجيبها بنفسه. هقول لحضراتكم مين والهدف الثاني للنادي الاهلي. ياه، في مهرجان اهداف ولا ايه النهارده؟ والسويس الاسمنت مخضوض لسه، او اسمنت السويس مخضوض. هنشوف لحد ما تتفك الخضه دي هيحصل ايه. ادي اهو ابو تريكه بلمسه جميله جدا، وعماد متعب داخل وتريزه لحارس المرمى وبعرض الملعب وبيحطها بنفسه لاعب السويس اهو، وهو بيرقص وعايز يعملها بعرض الملعب ودخل. اعتقد انه محمد سلام، اعتقد، لكن مش عايزين الحاجات دي بتبقى، انا في الحقيقه يعني ظهره مش باين عندي على المونيتور، لكن يمكن يكون نمره 20 لسامي قمصان. سامي قمصان طالع، لكن في بطء في صعود نادي اسمنت السويس، والحكم بيقول ما فيهاش حاجه. ناصر عباس وابو تريكه وبيعدي ابو تريكه بسرعته وبيعدي وبعرض الملعب وممكن جول. ولسه الفرصه وجول. أسامة حسني بيجيب الجول الثالث. ابو تريكه هو صاحب الجول ده في الحقيقه، وأسامة حسني هو يسجل الجول باسمه. ادي أسامة اهو رايح، يا ريت الكاميرا تجيبه، رايح يبوس مين؟ رايح يسلم على مانويل جوزيه، ومانويل جوزيه من الوضع جالسا وبيدخن، يعني الثقة تملأه بقوة، يسلم على أسامة حسني بإيده وهو قاعد. الهدف اهو الثالث. أبو تريكة هو اللي عمل مشوار وبعرض الملعب، وساعد أيضا عمرو عبد السلام ورجعها متعب. وادي أسامة وش رجله الشمال في الجول، و3-0. هل سيزيد لاعبي النادي الاهلي من الاهداف